كان ممكن استسلم، بس لو فضلت هنا هتدبح في يوم اسمه يوم زيكولا. انا قدامي 6 شهور، بس من غير الكتاب عمري ما هخرج. انا مش عارف اعيش يوم هنا، هعيش سنة، ولو عدت السنة وكنت افكر واحد واغبى واحد وجدي هيعرف يعيش سنة من غيري، كان فاكرني هرجع بعد يومين 3 بالكتير. يمكن دلوقتي فاكرني مت زي ابويا وامي. خد بالك يا أحمد، هتخبط الحصان. العربية بتقف، باب العربية بيتفتح وبتنزل منه أسيل. استنى، انت كويس؟ خالد بيبص لها لحظة، لكن بيكمل مشي متجاهل تماما كأنه مش سامع. أسيل بتنادي عليه بصوت أعلى، لكنه ما بيردش. أسيل في نفسها ببرود. لو كان حد تاني كان طلب تعويض. بترجع بهدوء للعربية وبتأمر السائق بالحركة. خالد بيمشي لسه شارد وبيقرب من بحيرة واسعة. ابو منى لو جه هنا هيتذبح، ومنى برضه هتتذبح، واصحابي اغبى من انهم ينجوا في زي كل. اقول لك حاجه، صاحبي التخين ده كان باع دماغه مقابل وجبه. مصري ابن مصري. بنضحك في عز القرف. هتعيش زيهم يا خالد. عندك حل تاني؟ لا، يبقى تتكيف. واهلا بيك في زي كل. ده يوم زي كلها ساعات واشوف وشها الحقيقي. هدوء تام. خالد بيتجرد من هدومه ناوي يستحمى. فجأة صوت ضحك خفيف. يلتفت، لاقي فتاتين بيضحكوا باصين عليه. خالد بسرعة يلبس هدومه. خالد محرج. لا، انا بقول انام احسن. خالد نايم جنب الشجرة. فجأة سمع صوت صراخ امرأة من بعيد. ابني بيغرق. صحى مفزوع وجري ناحية البحيرة وشاف ولد بيغرق بعيد. نط جوه الماء، وصل للولد وشده بصعوبة ورجعه للشاطئ، والولد فاقد الوعي وأمه بتعيط والناس بتتجمع. افتح عينيك، افتح. يبدأ يعمل له إنعاش يدوي وضغطات على صدره ونفاس صناعي. أسيل بتظهر فجأة. سيبه، أنا هساعدك. خالد ما بيسمعهاش، مركز جدا. ضغطة، نفس، ضغطة. الولد يشهق، بيبتدي يتحرك. الأم بتجري تحضنه. شكرا ليك. انت عايز كام مقابل اللي عملته؟ انا مش عايز حاجه، اي حد مكاني كان هيعمل كده. خلي بالك منه بعد كده. الناس بتبص له بدهشة. أسيل مندهشة. إزاي عملت كده؟ ليه ما سمحتليش أساعدك؟ خالد بيرفع راسه ليها للمرة الأولى وبيتأملها. أسيل، الشعر الأسود الطويل، العيون الضيقة، الضحكة اللي كانت بترمي ورد. جمال ده مش عادي. أسيل بتقف قدام خالد لسه مندهشة من اللي عمله لإنقاذ الطفل، نظرة فيها استغراب وأثر صدمة قديمة. إزاي عملت كده؟ إزاي عرفت تسعفه؟ أول مرة في حياتي أحس إني اتعلمت حاجة مفيدة. دي دورة إسعافات أولية اتعلمتها في القاهرة، ودي وردتك احتفظت بيها. لهجتك غريبة، فين القاهرة دي؟ دي قصة طويلة، بس أكيد عمرك ما سمعتي عن القاهرة. أنا مش من زيكولا. زيي تماماً. زيك؟ إزاي؟ أنا كمان ما كنتش من أهل زيكولا. أسيل بتنظر ليه بهدوء، بتبص على جرح في حاجبه اللي لسه باين. أنا أسفة. على إيه؟ حصاني هو اللي خبطك امبارح. حصان؟ لا يا ستي، أنا اللي المفروض أعتذر. كنت خارج من مشهد ذبح ثئير وكنت مش في وعي. أسيل بتقعد جنبه، نظرتها فيها ماضي بعيد. أملي حكايتك، إزاي مش من زيكولا؟ من سنين كانت حروب كتير بين زيكولا وبلاد تانية، منهم بلدي بيجانا. كان جيش زيكولا يخرج وما يرجعش غير يوم زيكولا اللي بعده. ومن 14 سنة قدروا يدمروا بلدي وخدوا ناس كتير عبيد، وأنا كنت واحدة منهم. كنت بنت عندي 10 سنين. عبيد؟ أيوة، الرق كان موجود هنا لحد كام سنة فاتوا. خالد بيفكر في كلامها. كملي. دخلت زيكولا زيك. أول ما دخلنا جت علينا لعنة زيكولا. بقينا بنتعامل بوحدات الذكاء والفقير بيتدبح. بس أنا كان حظي أفضل. اشتراني راجل حكيم، علمني وعلمني الطب، وقبل ما يموت اداني حريتي وكتبه. دلوقتي أنا طبيبة زيكولا، بداوي الناس مقابل ذكاء، والناس هنا بيمرضوا كتير، فبقيت من أثرياء زيكولا وأنا عندي 24 سنة بس. ما فكرتيش تروحي بلدك تاني؟
ترجعي لها؟ كنت بستنى اللحظة دي من زمان، بس بعد 14 سنة زيكولا بقت حياتي. بروح بجانا يوم ما يفتح الباب وبرجع قبل ما يتقفل. عشان انتي غنية؟ يمكن، بس السبب الحقيقي إني حبيت زيكولا رغم قسوتها، لكنها طوية. مفيش بلد تقدر تقرب منها. زي كولا، وبلادك اسمها بيجانا. احنا فين في العالم ده؟ دكتور أسيل، في مريض بينزف، لازم تيجي حالا. أسيل بتقوم بسرعة وهي بتبص لخالد. أنا عايزة أسمع حكايتك أنت كمان. أشوفك فين تاني؟ هنا مكاني تحت شجرة البحيرة. تمام، هنا عند الشجرة. واضح إن زيكولا مش مجرد مدينة، دي عالم كامل غريب. بيجانا فين دي؟ يمكن أكون زيها، يمكن أبقى غني زيهم. لأ، مش عايز أبقى أغنى الأغنياء. أنا عايز أخرج من هنا، بس هروح فين؟ هرجع مصر إزاي؟ حتى لو خرجت من زيكولا، المهم أمشي من هنا الأول وأفضل عايش. لازم ألاقي شغل. خالد بيتمشى وسط المحلات والمطاعم، بيحاول يسأل الناس، كلهم بيرفضوا، وجوههم باردة وفي تجاهل. هو كله بيرفض ليه؟ أنا عايز أشتغل بس. خالد مرهق وبيقعد على الرصيف. فجأة يجي يامن من بعيد بيبتسم له وبيصافحه بحرارة. فينك يا صديقي؟ يامن، أنا بدور على شغل، بس كلهم بيرفضوا يشغلوني. سألت فين؟ المطاعم، المحلات، الحتة دي كلها. ده مش مكانك. هنا عايزين يوفروا مكسب. كل يوم هتسهم أكتر عن زيكولا. تحب تشتغل معايا؟ أيوة، بس مش هتقولي بتشتغل إيه الأول؟ هو أنت خايف يكون شغل حرام؟ يعني شغل مش كويس؟ لا يا عم، شغل شريف، بس محتاجين رجالة جامدين زيك. فين بقى؟ تعال ورايا. كل الناس دي بتشتغل؟ وفي آلاف زيهم في مناطق تانية. دي صناعة مربحة. إحنا بنقطع الأحجار نعمل منها طوب للبناء. هنا شغلك. أجرنا 7 وحدات ذكاء في اليوم. يناسبك؟ أمام، يلا بينا. بكالوريوس تجارة، مخزن أدوية، لحد تقطيع الحجارة. تعالى نتسابق مين يقطع أكتر. خالد بياخد نفس وبيشرب مية وبيبص على الفتيات وهم بيشيلوا أحجار. إزاي البنات هنا بيشتغلوا الشغل التقيل ده؟ هنا البنات زينا بالظبط. قانون زيكولا بيبدأ من أول 17 سنة. اللي ما تشتغلش تموت أو تورث وتعيش. تورث؟ الذكاء هو الثروة. لما حد يموت ثروته تروح لولاده، بس غير كده لازم تشتغل وتكسب ذكائك بنفسك. الميراث ذكاء؟ غريبة. مفيش أغرب من كده في زيكولا. يلا نكمل شغلنا. تعبت يا بطل؟ أكيد، دي أول مرة جسمي يشتغل كده من زمان. هتتعود. يلا بينا نغادر. طب وأجرنا فين؟ هيجيلك من غير ما تحس. في زيكولا طول ما بتشتغل ذكائك بيزيد تلقائياً. زيكولا. خالد بيجلس شكله جعان جدا، بيبص حوالين الناس. كل اللي في المطعم بياكلوا عيش ناشف بس. رجل المطعم بيقوله تحب تاكل ايه يا غني؟ قول لي الأسعار الأول. رجل المطعم قال له الخبز ب1، الأرز 3، الدجاج 5، اللحم 8 وحدات. خالد يبتسم بتفهم، يطلب دجاج وخبز. هتيجي يا أسيل؟ ولا نسيت وعدها؟ أنا ليه مستني؟ عشان تساعدني؟ ولا عشان حاجة تانية؟ خالد ماشي بسرعة وشكله نشيط. فجأة يتوقف ورجال بيقطعوا عليه الطريق وأحدهم بيطلع سكينة. الراجل الأول بيقول له في نصيبنا من شغلك. نصيبكم؟ الرجل الثاني قال له 2 وحدات كل يوم مقابل الحماية. حماية إيه؟ مش هدفع. الرجالة هجموا عليه وضربوه. فجأة بيظهر يامن. سيبوه، هيدفع. ادفع يا خالد دلوقتي. ماشي، هدفع. الرجالة مشيوا ويامن بيساعده يقف. مين دول؟ بلطجية، لكن هنا دول مش مجرمين. قانون زيكولا ما بيعاقبش اللي بيحاول يفضل عايش. يعني أنا باخد 7 وحدات، هدفع 2 ليهم، آكل بإيه؟ يبقى تشتغل أكتر أو تعيش أقل، بس اوعى تقرب من مخزونك القديم، ده شريان حياتك. بمرور الأيام خالد بيصحى، يشتغل، يدفع إتاوة، ياكل، يرجع للبحيرة، ينتظر أسيل، ينام. ملامحه بتتغير، شعره بيطول، عضلاته بتكبر، بشرته بتصفى. الناس بتناديه بلقب الغريب القوي، وهو قاعد لوحده على الشجرة وبيقول في نفسه كل يوم زي اللي قبله، بس لسه بستناها.
يامن محتاج أقلام وورق. ورق؟ ليه؟ عاوز أكتب، أسجل كل اللي بشوفه هنا. بقالي شهر في زيكولا وعايز أوثق كل حاجة. عارف مكان تقدر تلاقي فيه أوراق زي كولا المميزة؟ مكان بيبيع كتب، وصدقني صناعة زي كولا لا تقارن. خالد يدخل مكتبة خشبية ضخمة مليانة كتب مكدسة الأعلى. رجل عجوز جالس في ركن بيبص له باستغراب. العجوز بيقول له: يبدو إنك الغريب القوي. أيوة، بس إزاي عرفتني؟ أنا أعرف معظم أهل المدينة يا بني، ووشك مش غريب عني. ومين كتب كل الكتب دي؟ علماء زيكولا القدامى، وبعضها جاية من بلاد تانية. زيكولا بتقدر العلم، بس بتقدر الذكاء أكتر. يبقى الكتب دي عملت لك ثروة كبيرة، صح؟ العجوز بابتسامة مريرة: الكتب هنا رخيصة قوي، بس ربنا كرمني مرة لما بعت كتاب واحد. كتاب إيه ده اللي بعته بسعر غالي كده؟ كتاب عن سرداب فوريك. سرداب فوريك؟ الكتاب ده بيتكلم عن إيه؟ العجوز بيحاول يتذكر. زمان قريت منه سطور قليلة بس، كان عن أرض تانية خيال مش أكتر، بس الراجل اللي اشتراه كان محتاجه قوي، فطلبت منه أغلى سعر. الكتاب كان كامل؟ في منه نسخة تانية؟ لا، عمري ما شفت غيره. والراجل ده تعرفه؟ اسمه؟ شكله؟ العجوز بيتأمل ملامحه. كان طويل زيك وعريض، ولهجته غريبة برضه. اسمه؟ أنا بفتكر اسمي بالعافية. معقول؟ ده ممكن يكون أبويا؟ خالد قاعد على شط البحيرة ونار بسيطة قدامه، وبيكتب على ورقة صفراء بالحبر. هو فعلا نفس المواصفات. كل الناس كانت بتقول إني شبهه. دخل السرداب ولهجته غريبة، وكان بيدور على حاجة. معقول يكون عايش؟ معقول أشوفهم هنا؟ صوت خطوات ناعمة من الخلف، صوت أنثوي يقول بهدوء: أي كتاب. خالد يلتفت ببطء، يلاقي أسيل واقفة. ضوء النار منعكس على وشها، شكلها هادئ وجميل. أسيل؟ نعم، بس قولي، دايما بتتكلم مع نفسك كده؟ أوقات، بس المرة دي تفكيري مش قادر يتحمل. ليه؟ النهاردة عرفت إن في كتاب ممكن يفتح لي باب أمل أرجع بيه وطني. مهلا، أنا أصلا معرفتش اسمك لحد دلوقتي. عندك حق، اسمي خالد. خالد، اسم جميل. اكتشفت إن في كتاب تاني بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه، سرداب فوريك. بصراحة مش فاهمة حاجة. أنا أصلا جيت النهاردة علشان أسمع قصتك. إزاي دخلت زيكولا؟ جيتي النهاردة؟ قصديك بعد شهر؟ كان شهر صعب، شغل كتير، بس دايما كنت فاكرة إن لازم أرجع هنا. فاكرة إنقاذك للولد من غير ما تطلب حاجة. يعني كنتي بتفتكريني؟ معرفش ليه، بس ما خرجتش من بالي. طيب، كنتي مستنياني؟ أيوة، بس أنت كنت مستنيني؟ أنا؟ لأ. يعني الصراحة بس بدأت أفقد الأمل. بس النهاردة يوم جميل فعلا. طب احكيلي عن بلدك، عن الكتاب، وعن كل حاجة. أنا من ساعة ما دخلت زيكولا محدش يعرف عن بلدي أي حاجة. حتى يامن كل اللي يعرفه إنها شمال زيكولا، وأنا أصلا مش عارف الشمال فين هنا. هتصدقيني يا أسيل؟ حاسة إنك صادق. أنا مش عارف زيكولا دي فين، ولا حتى بلدك بيجانا. كنت فاكرها بلد من البلاد المنعزلة اللي محدش يعرفها، زي القبائل اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. تلفزيون؟ عارفة أنتي مش هتفهمي دلوقتي، بس هشرح لك كل حاجة بعدين. تعرفي مصر؟ مصر؟ لا، أول مرة أسمع الاسم ده. دي بلاد من عالمي. أنا من مصر، بنتكلم زيكم كده، بس لهجتي مختلفة شوية. عدد سكان مصر أكتر من 80 مليون، وعندنا بلاد عددها أكتر من مليار زي الصين. عدد سكان العالم عندنا أكتر من 6 مليار. 6 مليار؟ إزاي بياكلوا كلهم؟ أطمني، كله بياكل. كمل، عايز أسمع باقي الكلام. عندنا كهرباء، تلفزيون، إنترنت، وبنتعامل بالفلوس مش وحدات ذكاء. انتوا بتعيشوا في الفضاء؟ لأ والله، على الأرض زيكم، وعندنا بحر وصحراء وبنات حلوة زي اللي هنا. إزاي جيت هنا؟ كنت زعلان يومها، وجدي حب يخرجني من اللي أنا فيه، فقال لي على سرداب تحت بلدنا البهو فريك اسمه سرداب فوريك. من ساعتها حاجة غريبة حصلت لي، فضلت حاسس إني لازم أنزل السرداب ده واكتشفه بنفسي. قابلت الفقيرين في الصحراء، وتعلقت بعربية يامن ودخلت زيكولا،
ولما شفت العربيات والأحصنة والدروع افتكرت نفسي رجعت سنين لورا. بس لما سمعت الناس بيقولوا إننا في آخر 2009 اتصدمت. ده نفس التوقيت في بلدي. إحنا على أعتاب سنة 2010. إزاي إحنا في 2009 وحياتكم عاملة زي العصور الوسطى؟ وإنت ليه مش شايف إن السحر هو اللي عندكم؟ إزاي بتتعاملوا بورق؟ ده سحر في نظري. المقايضة حاجة منطقية، بس الذكاء هو ده الطبيعي هنا يا خالد، زي ما بلدك ليها عوملتها، إحنا عندنا الذكاء. خالد جري ناحية الشجرة، فتح شنطته وخرج حاجة من جيبه. بيرجع بسرعة وهو ماسك ساعة يد. دي تلفزيون؟ دي تلفزيون؟ لأ، دي ساعة بنحسب بيها الوقت. شكلها غريب قوي. لو كانت شغالة كنت ههديها ليكي، بس ملهاش قيمة دلوقتي. يعني بتعدي الوقت إزاي؟ إحنا هنا في زيكولا عندنا ناس بيشتغلوا شغلانتهم اسمها غل الوقت. غل الوقت؟ كل يوم بينحت علامة على سور زيكولا لما الشمس تطلع وتغرب. كل 7 أيام بيعملوا علامة للأسبوع، ولما الشهر يخلص بينحتوا علامة تانية، ولما السنة تكمل بينحتوا جايرة مخصوص. يعني بتعدوا الزمن بالحفر؟ أيوة، بس في حاجة غريبة، عدد السنين على السور أقل بكتير من الرقم اللي بنقوله، مش بيكمل نص اللي مفروض نكون فيه. طيب، النهاردة عرفت إن في كتاب تاني عن سرداب فوري، وإن حد اشتراه من سنين، وأنا متأكد اللي اشتراه ممكن يكون والدي. لازم ألاقيه. أنا هدور عليه في كل مكان، يمكن يكون هو طوق النجاة الوحيد عشان أرجع. أتمنى تلاقيه، وأتمنى أقدر أساعدك. أسيل قامت ومشيت شوية، وبعدين بصت وراها وابتسمت. بس أنا حبيت الوقت اللي قضيته معاك يا خالد. خالد بيجري في شوارع زيكولا، عينيه فيها حماس. بيصادف الحراس بياخدوا منه وحدتين ذكاء كالعادة، يديها لهم بدون جدال. خالد بيلمح يامن شغال في زاوية. يا مان، أهلا خالد. عاوزك في طلب مهم. عاوز أشتري حصان. حصان؟ ليه يا خالد؟ بصراحة عشان أدور على الكتاب اللي جابني زيكولا. كتاب؟ كتاب بيحكي عن السرداب، لازم ألاقيه، يمكن يكون طريقي للرجوع. قول لنا في التعليقات، تفتكر خالد هيلاقي الكتاب؟ طب هيجيب فلوس الحصان منين؟ يا ترى ممكن أبوه يكون لسه عايش؟ لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لمشاهدة الحلقة القادمة.